طيب بص يا مان صلي على النبي. بص رقم واحد، حته الموضوع بتاع صدة اللبن بالنسبه للعيل الصغير اللي هي الميلك سترايك، عشان بس نبقى متفقين 80% غير معلومه السبب. 80% غير معلومه السبب. بنيجي نتكلم في حاجه عند البيبي عند البنت وفي حاجه عند الام. حاجه الموجوده عند البنت اول 3 حاجات: اللسان المربوط وما بتعرفش تمسك عند امها، والشفه المربوطه واحنا بصينا عليه ما فيهمش حاجه. الثالثه التهابات، انا بكتبهم كده تدريجي علشان خاطر اللي هو ايه ما تفصليش مني. التهابات الاذن بصيت على ودانها مرتين ما فيهاش حاجه. التهابات الودان اللي هو صريخ ومنع رضاعه وما بترضع من ناحيه وناحيه لا، وممكن ترضع بالليل والنهار لا، او البنت في دور سخونيه او لقيت حاجه طافحه من ودانها. حلو الكلام؟ مين انت عايز تضحك وخلاص ماشي. او كمان ان البنت الصغيره تبقى الموضوع بتاع الارتجاع الشديد اللي هو بتاع حساسيه اللبن واللي هو بيسموه الارتجاع الصامت. حلو دول كده، دول الاساسيات بالنسبه للبنت. وساعات بيبقى التهاب، وساعات بيبقى فيه التهاب مجرى البول، بيبقى ممكن يبقى سبب بالنسبه للعيل الصغير، بس ده بيبقى فيه سخونيه ومغص بزياده والبنت ما بترضاش تعمل حمام، ولما تعمل حمام بتفرج عليكم خلقه حتى لو فاتحه الحفاضه او حتى بابا ماسكها وسقعها شويه هواء من اللي احنا بنعمله، ونلاقي صريخ بزياده مع البنت والبنت بتمنع الرضاعه والكلام ده كله. يبقى دي الاساسيات بس اللي بتبقى موجوده بالنسبه للعيل، واخرهم ان بيبقى فيه تشنجات والكلام ده كله، فبيبقى العيل متعصب بزياده ونقص الكالسيوم عندنا بنلطش فيه شويه. حلو الكلام، خلصنا الليله دي. حاجتين تانيين بقى بنفس الام علشان خاطر لسه هنقول لك ليفل العلاج ونبتدي نتحرك معانا حاجه. بالنسبه لماما، ماما ذات نفسها ممكن تبقى الاكل بالنسبه للام اول 3 كلمات الكرنب. قولي واعترفي. طيب الكرنب والبصل والثوم والاكلات اللي فيها زيوت طياره وبما فيها كمان التوابل، مفيش 2 ستات زي بعض. بمعنى كنت قديما بقول للامهات ايه، ما تاكليش لا كرنب ولا بصل ولا تاكلي حاجه فيها توم والكلام ده كله. مفيش 2 ستات والاثنين زي بعض. في واحده بتاكل البصل والثوم عيلها بيضرب بينام، وفي عيله تانية ومزاج عند الستات كده، وفي ناس تانية بمجرد ما تشم ريحه المحشي ورق العنب ولا محشي الكرنب العيل يفضح الدنيا ويبهدلها. فاحنا بنقولها كده بالنسبه للاكل للام. الثانيه الام ذات نفسها الموضوع بتاع اللي هي حساسيه الالبان، تبقى العيله صغيره اللي هو يا اما الالبان يا اما الحاجات اللي هي ايه اللي هي المهيجات بتاعت اللي هو صلى الله عليه وسلم محمد، اللي هي التوابل والبصل والثوم والكرنب. دول حاجه من ضمن الحاجات اللي بتبتدي تقلق شويه. بالنسبه للام ساعات بيبقى فيه الادويه اي حاجه فيها من اول الكورتيزون لو حضرتك في مشكله وبتاخدي الحاجه اللي فيها كورتيزون، والبتاع الثاني اللي هي القهوه والشاي لا ممكن بيعفرطوا بعض العيال. والثالثه بعض الادويه، بس الادويه دي يمنع هو دلوقتي مفيش ادويه خالص. والهرمونات اللي هي منع الحمل. لا مش وبعد كده ادي الزعل. زعل بقى اللي هو ايه، قهره هيتجوز عليك، يتجوز تاني، يتجوز تالت، يتجوز تالت ورابع وخامس كده يعني شغال. لا مفيش خامس، هو رابع بس ماشي. ممكن يفك واحده ويجيب الثانيه يعني، يبقى دي اسمها خامس. ده الزعل ممكن يزود معايا. حلو الكلام. طيب بعدها يعني بنقولها كده اللي هو ايه، اللي هو كان موقف حصل النهارده اللي هو اصل انا بصرخ في البيت. الصريخ بالزياده بالنسبه للعيال الصغيرين ده لا يجوز. يعني واحده كانت مقهوره بالزياده وجوزها راح مطلقها، الحاجه نزلت في اللبن، العيل الصغير كرف امه ورفض خالص، دخل في نزله معويه والعيل قاطع. كانت الام بترضع وهي بتسح. طيب اللي بعديه قلت انا عمال انسى ايه تاني موضوع ان ايه يا ام العيال بالنسبه للانسه. اللبن بقى بالنسبه للام، اللبن كتير او قليل. ممكن تبقى الام ذات نفسها اللبن بتاعها بيبقى كميه كبيره، فاول ما العيل بيقرب منها فاللبن يروح ينضف في السقف، حل العيل يروح مخضوض ويشرق مره واثنين وثلاثه يقول دي النكد. وممكن حاجه ثانيه ان الام ذات نفسها بتبقى ما بتاكلش قله اكل الام، فتحس ان العيل الصغير هيتجنن. يا جماعه انا عمال اشد فيه على ان يبقى فيها حاجه، مفيش. فالعيل بيروح متعصب من الايه، من ال3 5 طلعات اللي موجودين دول. فلو مفيش حاجه من الزحمه دي نروح قايلين لا انا شفتي بتضرب بومبا ايه. انا بالنسبه لي اللبن معقول، اللبن كويس عادي كده. بس انا بتكلم في انا شاكه في موضوع حلو. هناخدهم حاجه في الكلام اللي موجود معانا. خلاص. طيب
يلا بنت كمان واحده كمان واحده. العيال بتتكلم من تحت ما بتتكلمش من فوق. ماشي. طيب خلصنا الزحمه دي مبدئيا. بنقول للام رقم واحد، طالما العيل منع يبقى تعصير حليب الام، تعصير الام، لبن البان من الام. حاضر، هقول لها حضرتك احنا بنكمل ولو على الاقل اللي بنسميها كده تموين البنت يوميا. العيل الصغير بيرضع له ما لا يقل من 8 ل 12 رضعه يوميا، متوسط الرضعه بتاعتنا 60 فما فوق. فلما تيجي حضرتك تقولي لي ان انا عصرت 3 ولا 4 مرات بس، اقول لك يا مدام والباقي نكمله لها رضاعه، يعني بحاول ان انا اخليها تكمل يا ست الكل. نجرب وهي نايمه، نجرب وهي بره البيت، نجرب وهي ما انا عامل حساب انها اساسا هي لبستنا في الحيط ومنعت كل ده. فهي الفكره كلها ان هو ما يعادل 8 ل 12 مره. قولي 6 بس 6 تبقى مكمله، والبنت بتنام عجوزه دلوقتي شهرين ولا 3 شهور، فبتسحب في النوم 4 5 ساعات، فهنقلل تلغي مكان رضعه ولا رضعتين وتاخدهم الاثنين في رضعه واحده. البنت بتاخد 5 6 رضعات بس اسمها اصلا انا ما برضعش غير 4 مرات. 4 مرات انت عصرت امتى وعملت ايه؟ دول اللي انا بعصرهم، الباقي بحاول ان انا ارضعها. بتفضل تعيط في الاول، يجي مثلا بفضل احاول معاها ممكن نص ساعه وهي على سرير وفي الاخر ممكن تروح واخداها او تهمد وتنام. بتاخدها مثلا نقول 10 دقايق وبعد كده بتروح نايمه او تهمد وتنام. ولما بيحصل حاجه زي كده بقى نروح قايلين مفيش مني. يبقى ده اول حاجه. ف8 ل 12 رضعه يوميا انت حضرتك يا اما بتعصريهم، والتعصير سواء كان بايدك او بيدوي، وبعديني عن اللي هو الشفاط يا اليدوي يا الكهرباء، بس بعيديني عن ابو 50 جنيه اللي هو بيبقى عباره عن نفير كده وطالع من الواحده وتقعد تضغطي فيه. ده بيروح شادد صدر الواحده والحلمه بتاعتها وبيمرمطها. ده الفتحه بتاعته كده. احنا عايزين الشفاط فتحته لا تزيد عن الحجم ده من حلمه الام. يعني هجيبه. اصبري بس على الاسامي هقول لك الحاجات دي كلها شكلها راح فين. طيب دي الاساسيات. بالنسبه للاكل والادويه بالنسبه للام بنحاول ان احنا نظبطها. يوم ما بغلب خالص بروح قايل للام ايه يا ست منتجات الالبان، بيض واسماك والبان ولحوم. لو احنا شاكين في حساسيه لبن فوقفي بيض واسماك والبان ولحوم وفول سوداني. هتقولي هاكل ايه؟ خضار فاكهه. خضار وفاكهه ده انت يعني لو كلت كل يوم ملوخيه وباميه وحشين. خضار وفاكهه وعيش. ليه يا مدام؟ ليه حضرتك ما ينفعش ان هم يتعملوا تورلي ولا يتسلقوا ولا يتحطوا من غير توم؟ من غير توم؟ هو انت ما شفتيش اللبنانيين بيعملوا الملوخيه ازاي؟ يعني اطلعي بره الحيز بتاع الملوخيه بتاعت امي وانت تعرفي ان في حاجات تانية بتتعمل كتير قوي غير اصناف الاكل اللي احنا بنعمله. اي حاجه ممكن تتسلق على شوربه يا مدام، واي حاجه ممكن تعمل في خضار، وممكن تبقى في ميتها منها فيها، وممكن بصوصها، وممكن تتحط في طماطم، وممكن تتحط على لحمه. اللحمه فانا هرجع بعيد عن اللحمه الاول. فاحنا بنقول بيض واسماك والبان ولحوم، لحوم الحمر. لكن الفراخ ما مسموح بيها، السمان عادي، البط عادي. لو قلت بط احنا جايين. المهم يعني فالاكل والادويه بالنسبه لنا، وضعيات الرضاعه بالنسبه للام، ومدرات الالبان، والاكل والسوائل بالنسبه للام. انا باخد اللي هو البان بغض النظر خدتيه اللي هو 6 حبات 8 حبات، خدت مكانه البريستو ما خدتيهمش. 8 حبات في اليوم؟ انا المفروض 6 يعني 2 في 2 في 2 ولا 2 في 2 في 2 يا فندم. 2 في 2 في 2. او البريستو قد ايه؟ البريستو من 2 ل 4 حتت. المهم يعني فالاكل والادويه هنبتدي نراقبهم، ولو حاجه فيها كورتيزون بالنسبه لك والحاله النفسيه نحاول نقللها، ولو انت بتدخني او بتقعدي مع حد بيدخن بلاش. حلو الكلام؟ مفيش مشكله. يبقى احنا خدنا الحاجات دي. تظبيط وضعيات الرضاعه اللي هو ايه، بنتك قاعده فوق منك، ساجده معاها، نايمه جنبك، مقعداها، والكلام ده كله قدر الامكان. هي وضعيه واحده بس اللي انا بعملها. ليه يا فندم؟ ده احنا بنعمل شلوصات مع العيال الصغيرين. عشان خاطر هي كان عندها ارتجاع. فلو حضرتك انسي موضوع الارتجاع، وكان لازم والدكتور فلان قال وتنام في الوضعيه الفلانيه، مفيش حاجه. لو نامت يعني احنا عينك ممكن ترضعهم وهي ايه؟ صلي على النبي. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك العيال الصغيرين حتى بعد كل اللي انت بتعمله ده بتلاقي البنت نطره لبن من مناخيرها. هو كده العيال عندهم ارتجاع اول سنه طالما بيزيد في الوزن وما دخلش في شرقه بالتهاب رئوي. اقفل بس الليله دي. وطالما احنا ما عندناش اي حاجه من العلامات بتاعت حساسيه اللبن اللي هو ايه، ان هو صعوبه تنفس وصعوبه بلع، والبنت الصغيره بتشد نفسها لورا خالص. بس انا همشي في سكه حساسيه الالبان بس بعد الزحمه دي. وموضوع اللسان بالنسبه للبنت اللي هو اللسان والشفه واللسان المربوط. اللسان المربوط ما فيهوش حاجه، والشفه الفوقانيه ما فيهاش، واللسان ما عليهوش فطريات بس ساعات بنتي. طيب قبل النوم ممكن ادي مسكن ان احتجت، مفيش خلاص. واحاول اظبط مع البنت الصغيره. في نقطه مهمه، بنتك دلوقتي متوسط انها بتاخد الكميه دي، لقيت كميه البول قلت ودرجه الحراره زي ما هي مستمريه معانا في الجو اللي حوالينا
عاليه والبول بتاع البنت قل ورافضه اللبن من امها، بنقول ان ماما تعصر اللبن ونحاول نديهولها بعد التغيير ده. وببتدي اشوف اللبن اللي هو بيغير طعمه وكميته بالنسبه للعيل بعد رينج 48 ساعه. يعني ايه مش فاهمه تاني يعني دلوقتي انا ماما لو واكله مانجا مثلا، العيل الصغير يدوق طعمه في خلال من ساعتين ل 48 ساعه. تمام. فاحنا بنقول دلوقتي لو احنا كان عندنا مشكله بان ماما لما بتاكل بيض البنت بتتعفرط، فانا معايا 48 ساعه، ما بعدها 48 ساعه ل6 اسابيع كمان. بس ايه ده طعمها، لكن اللي ما بعدها اللي هو جسم ماما بينزل لها الخلاصه بتاعته كمناعه يدخل جسم البنت الصغيره تتعفرط تبتدي ترفض الكلام ده كله، يبقى احنا خلصنا يعني الخطوه دي. بعد 48 ساعه يبدا يبان. طب مفعوله يخلص بعد قد ايه بقى؟ مفعول ما هدينا مع بعض اهو، احنا هنجرب مثلا ولو على الاقل من دلوقتي اسبوع او اسبوعين بالكتير خالص. وعلى اساسهم فرقت كان بقى ما فرقتش نخش بقى في اللي بعديه. اخر كلمه بقى، لو انا دلوقتي ماما منعت والالبان منتظمه او مش منتظمه والبنت بترضع او ما بترضعش، وانا مضطر ان انا تصنع مضطر. وطالما بنت حضرتك دخلت دلوقتي احنا معانا اسبوع كمان، الاسبوع ده يبقى انا كده دخلت في 3 شهور ونص، يعني بنتي ماشيه في نص الرابع دلوقتي، يبقى ساعتها هروح ماكل البنت. واكل مع انه لبن؟ دي اسبوع مع انه لبن ممكن اكل مع لبن طبعا، ما انا مدي اسبوع دلوقتي لسه ما اديتش صناعي. وبنتك ما فيهاش جفاف بالكشف والبول بتاعها ما هوش قليل للدرجه اللي انت متخيلاه، والعلامات الحيويه كويسه. حفاضتين بس في اليوم مش مشكله، حفاضتين في الجو الحر ماشي كويس. اقلق لو لقيت الحفاضه بتاعتها محطوط فيها نقط بينك من قدام او صفرة بنفس لون التيشيرت بتاعك. ده كان قبل كده الكلام ده، كان مع الجو الحر اللي فات مع اول دور بتاعها. مع اول دور تاني دور الحر مع الجو اللي موجود. بس فهم دول الاساسيات بالنسبه للبنت. ظبطت اهلا وسهلا، ما ظبطتش في خلال اسبوع بالكتير خالص في الليله دي، يعني من اسبوع لاسبوعين، انا رينجي اسبوعين. اخلي حد رضاعه طبيعيه خاص يعني دكتوره اطفال مع التخصص ده تقول لك رايها كمان. 70% من العيال بيجمعوا معاهم، وفي 20 30% بيبقوا عيال وحشين شويتين ما بيرضوش وبيكملوا مثلا على صناعه او على اكل. فيا ستي انا متفائل في الحبه اللي هم الموجودين دول، واهدى على الرزق، لان البنت منعها خالص ماما، منعها رضاعه، منعها عماله تعيط، ريقها ناشف، البنت عماله تعيط، صوتها غير، ساعتها هدي اللبن الصناعي. شفت انا كتبت قلت بعد قد ايه؟ بس مش هكتبه الاسبوع الاول. الاسبوع ده همنع فيه الالبان، حاجات منتجات الالبان. ما انت اكلك هيبقى خضار وفاكهه وعيش بلدي وفراخ بس. لا انت هتاكلي فراخ وبط على بط. نجيب لك احنا مش عشان احنا من الشرقيه فحد يجي يتكلم ويقول لك اصل عندهم، ما عندناش الكلام ده. احنا هنجيب بس عشان خاطر القمر دي. مش هوريك ضحكتك يلا اخي يلا. طب يا دكتور